أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فكرة في قصة. في الوقت اللي كان ما في زول عايز ولا قادر إنه هو يعاين على يسوع، لدرجة إنه الكتاب قال عنه مستر عنه الوجوه لا منظر له ولا جمال. كان في واحد مثبت عينه عليه وما قادر ينزلها من عليه، زي ما يكون غرقان وشاف طوق النجاة الوحيد اللي يقدر يمسك فيه، أو كان تايه وحيران ولقى الطريق اللي يمشي فيه، أو مريض وفجأة لقى قدامه العلاج والشفاء من كل أتعابه وأوجاعه. لص، أيوة كان لص وحرامي، وبقولوا عليه كمان إنه كان واحد من أفراد العصابات. وصلت حياته لنهاية مخزية ومخجلة جدا. يمكن كان فاكر نفسه شاطر ما حيقع أبدا، لكن هو وقع واتمسك وحس بيواجه مصير أسود ومجهول. وفي وسط السواد ده بيظهر جنبه على الصليب المخلص يسوع. أيوة المخلص شخصيا مشى لغاية عنده على الصليب. وقتها اللص ده ما شاف الجراح والدم والمهانة، لكنه شاف يسوع المخلص، مسك فيه وكان عارف ومتأكد إنه دي آخر فرصة لخلاصه الأبدي. يمكن تكون في أصعب وأظلم أوقات حياتك، أو يمكن تكون فعلا في آخر أيام حياتك. يسوع من حبه بيجيك لغاية عندك في حزنك وفي خزيك في مرضك، ومادد يده ليك. أمسك فيه والليلة وأطلب التوبة والخلاص، أصرخ بإيمان واعترف به رب وسيد، وقل له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.